خزين ان مخبه بت مقلوخ قال وخن امرؤه رابا خاته وان نقايه ابزه مخت متخرن الى رابا مخديانا بت خزخ قوت شراره اتيانا ين بتستقبلخ ارخت الدين عند الى من طلب الاوائل هلبت الى من بغداد خبوته حمدانيه قرقوش اكيد سقبلخ لبشينا عند الى مريم اثير حسو امرخ بشينا بيخ. صباح الخير مريم. بشينا. بريخة قالخ أو نجاح قالخ صباح الأنوار. كل بيثوثخ كل ملبان الديخ. تسلمين شكرا عزيزتي أكيد بخزخات شرارة خا تقرير خازخ تقرير عزيزتي مريم خازخ تقرير هل بت بوت مرخلة بوت الدراسة ين بوت قريانة بوت أني قايوثت ناشا داخي هل بت بهاوي نصيخة أختي لويتا خورثا مريم خازخ لها شرارة وديرختا مخلا خلقتا عم أرخثا خلقتا بخرانة سدرة دشتاطو يوايا قو عراق إيلي من آني مشق لدراشاي بوش أننقاية كد إيلي ممتولع ورتا السيتا لقبلتا جوباتي صوبة وممتلتا الأرخة قميتا لم تخبتا دعتيد بخيوتا يالو با عراقايا وزيروتا تربيتا عراقيتا مشوري لم هادرتا قالوا لاقيت البخرانة قواناية بمنتوتا بوقارة بيد سعاثة قندروناية وطواتا وراقة بخرانة بأرخة رازيتا وامبليتا تقنطرونة بخران البثخو كامي اخويشي كاميرة ناطروتا وآبت وقاند قلايا علم زيبانوتا الكترونيتا ومشوتا بتت البايد ناطورة ومدبرناي المرخشتا تعمليثة بخرانة كي عوري لاوتت بخرانة آنيا لوبت تريباوي يلبانايا أو سبرايا وبشن خراية زدلي من يانت متقدمانة البخرانة إن من مدرشيا ثخكماية أو دكتناية أو آني تعودي بخرانة براية يذي على أهم شقلة بزيتا دخلصيا نوشايا على لوبا بيد مرهاطة دراشاية يتيرة وقبلتا بكلانياثا إلى كليا على بلاطة بخرانة والزرايا بالخد عم شاعد دراشا يريخة وارخقتا من خلمانة واجغي شوثا جوبيتا أو كنوشيا عم يالوبا وأبن منه الشاروثة إينايث خكمة أي كنواثة دمزي بانوثة أنباقة لي دي لنايت عم مطورانوتا مصعد سويسوثة وأب قطعت برقة إلى معبدنتا خارشيتا على القريانة يالوبا دي لنايت عضانات متخة اتقما وارا البخرانة وأب تايلي خكمة شكاياثة من يالوبا شتايث بود عسقوثة خكمة بقارة أو لا منهرتا بوديي أما عم خلصيا ذعايا والسوشيال ميديا درقل يالوبي معبدون لعلنا وشنا يوتي من رعيانة خكمة يالوبي برياشخ دعت الدين إلى صيرة بخاشيتا بالخد شيتا دمتخبتا دعتيدا أو خكمة كي أمري تبقار إيوا وصباي إينا عدانا لوا مليانا وخكمة إلي اخشاوات إيت أطخسا يلبانايا بلكت بتيول برسد بجزودة ولا بالخد خابخرانا طلب لي مصعي تربيتانايا ويلبانايا بيغزيتا بأرخة تعوادة بخرانة ولا تكلتا على بلاطة بخرانة وزيرايا بخا مشقلة إلا بخكمة مشقلة عم عودتا دمطورنتا المرهاطة ومبصرتا يقرا دراشايا وزيادتات نوشانايوتا جو مدرشياثا أبن من سويابي أمين لي البايت يالوبا عراقاية بيسوري كد متولي قامي خانيشا مشاررتا نسخانة وأصنعتا دعتيدا بشطاوة وبياشي لأها مشقلة كل ما دطعين لي من كتش خودلي خوتا سهادة على الويوتا تيالوبا عراقايا البت خزيانة مخبة در من نوخم باطل ما تصينا لداهت شرارة أو تقيوة بوت بخرانة قواناي بوت نصيخوثة ديالوبن عراقاي هما شقت هاوي مثقدماني وخيوثي قد ماطل كل نيواثة البث صوبة طاوة أو هاثي كتشخيلي أزل أمرخلا هابس دارخ عمو خنخية خيتو سقبلخ نستقبل معكم الآن مرة أخرى ضيفتنا لهذه الحلقة الآنسة المجتهدة مريم أثير. ست مريم صباح الخير مرة أخرى. صباح النور. ست مريم بالبداية حدثينا عن هذا الإنجاز وكيف استقبلتي خبر نجاحك المتميز.
طبعا قبل يعني معرفة النتيجة كان أكو لحظات توتر وخوف، لكن بعد ما عرفت النتيجة ساد الهدوء للحظة حتى يعني يستوعب النتيجة، وكانت نتيجة جدا مفرحة وعمت أجواء الفرح البيت والسعادة. أكيد نقدر نقول منو من الأشخاص اللي كانوا قريبين عليك يعني حواليك حتى يكونوا متحمسين يعرفون النتيجة؟ أكيد الأهل، ومنو من الأشخاص المقربين والمن بشرتي هاي البشارة الحلوة بعدها؟ المقربين اللي كانوا بنفس الغرفة، ماما وجدي وجدتي وأخوي الصغير، وطبعا كانوا متحمسين ومعرفة النتيجة. وبعدين اتصلت ببابا، أول شخص اتصلت به لأن كان بالشغل، وبشرته بالنتيجة وفرح يعني فرحة كبيرة. وبعدها أكيد يعني تبشير الأقارب والأصدقاء وجميع الأشخاص المحبين. نعم أكيد اجتهدتي وتعبتي، وصلتي لهاي المرحلة طبعا المهمة جدا، واللي هي اختيار مثلا طموحك شنو، طموحك شنو اللي هو بالنسبة للكلية يعني الجامعة، اختصاص ست مريم. هو هذا السؤال شوي صعب. طموحي يختلف عن طموح أغلب الطلبة اللي يعني بهاي المرحلة بصراحة. يعني أني من لما كنت صغيرة منذ طفولتي كنت أطمح أنه أتخصص لما أكبر بمجال الفيزياء أو الرياضيات، لا سيما مجال البحث العلمي، يعني المجال البحثي. وكنت مهتمة لدرجة كبيرة بهاي المجالات، وحتى كنت أقرأ هواي كتب عنها، ولحد الآن يعني هذا طموحي وحلمي. لكن أيضا أغلب الطلاب اللي يحصلون معدلات مقاربة لمعدلي يطمحون أنه يدخلون المجموعة الطبية ولا سيما كلية الطب. وطبعا هذا بسبب أنه للطب ثقل اجتماعي وله تأثير قوي، فكفوف الميزان تتراجح. نقدر نقول عندك آفاق واسعة، عندك مجالات أكثر تطمحين إلها حاليا بالمعدل العالي اللي هو يعني يعتبر حاليا أنت من طلب الأوائل على العراق، فيكون عندك عدة اختيارات، وإن شاء الله يكون اختيارك موفق، وإن شاء الله تكون عندك مجالات أخرى بعد الشهادات العليا. نقدر نسأل عن الاعتماد في فترة الدراسة أو المراجعة؟ نقدر نقول الاعتماد كان على المدرسة فقط، على المناهج الدراسية، أم مثلا نقول دروس التقوية استفاديتي منها؟ دخلت مادتين خصوصي يعني تقوية، لكن بقية المواد اعتمدت عليها على المدرسة بشكل أكيد. نعم ست مريم، سألنا قبل قليل عن طموحك بالنسبة للكلية، شنو هواياتك بعيدا عن مثلا أيام الدراسة الصعبة اللي مريتي بها والامتحانات وإلى آخره؟ شنو هواياتك؟ يعني لديك هوايات أخرى عدا هذه التفاصيل التي ذكرناها؟ نعم، من هواياتي قراءة الكتب، يعني أطلع على جميع أنواع الكتب دائما. أحد هواياتي أيضا هو تعلم اللغات، يعني أنا أتحدث بصورة جيدة جدا اللغة الإنجليزية والتركية إضافة للعربية ولغتنا الأم طبعا السريانية. نعم. لهجتنا السريانية. نعم. يعني ممكن نقدر نقول أنه مثلا أيضا واهتمام واسع بالمجالات الحديثة. نعم. ممكن مثلا انه نعم. من خلال يعني هوايتك اللي هي تعلم اللغات، ممكن مثلا يعني تتوجهين الى كلية اللغات لربما؟ كلية اللغات يعني هي كلية مرموقة لا وجميلة، لكن هي تبقى هواية، يعني هي أتعلم اللغات حتى أوظفها في المجالات اللي أنا أطمح لها. نعم بكل تأكيد. يعني هو يعني بصورة عامة احنا دائما يعني اللي
يتفوق بمعدلات عاليه جدا في بلدنا الحبيب، يعني لربما 90% انه يتوجه الى الطب او الصيدله او الهندسه والى اخره او ما شابه يعني. فاحنا ان شاء الله نتمنى لك الموفقيه في اي مجال انت تتوجهين اليه ان شاء الله. اكيد. مريم، ممكن تحدثينا عن الصعوبات او التحديات اللي ممكن تكون واجهتك خلال فتره الدراسه وشلون قدرتي تتغلبين عليها؟ طبيعي فترة الدراسة أكو صعوبات وتحديات، أكو لحظات ممكن الإنسان يتعب بيها أو يشعر بحزن، لكن الطريقة الوحيدة حتى أتغلب لها أنه أترك اللي عندي وأقوم أدرس، أحاول مرة ثانية، ويبقى عندي أمل وطموح. نعم، نقدر نقول يعني قدرتي تواجهيها بإصرار وعزيمة قوية جدا. منو من الأشخاص لهم دور بتغلبك على هاي الصعوبات؟ بالطبع عائلتي دائما كانوا السند الأول إلي في التغلب على الصعوبات اللي كنت أواجهها، إن كانت يعني دراسية أو حتى معنوية نفسية. أيضا الكادر التدريسي والمدرسين اللي يعني دخلت عندهم دورات كانوا يساعدون لما كنت أعاني أي صعوبة في أي موضوع معين، والحمد لله يعني تجاوزتها. يعني هو المهم أيضا إصرار الطالب وعزيمة الطالب على النجاح ومحاولة الوصول. نصيحتك ست مريم، نصيحتك للطلبة في الأعوام يعني الجاية، في الأعوام المقبلة، طلبة السادس، شنو هي؟ شلون ممكن يدرسون؟ تنصحيهم يعني؟ شنو رسالتك لهم؟ رسالتي انه فترة السادس فترة جدا صعبة والطالب يتعب بيها، لكن اهم نقطة وهي نقطة تعاد مرات عديدة هي الاجتهاد، محاولة يعني التعب، محاولة الوصول، لا سيما في الفترة الأخيرة فترة المراجعة، لأن هي راح تكون حاسمة بالنسبة للامتحان الوزاري. وأيضا خلال الامتحان الوزاري فهو ما يقل أهمية عن فترة المراجعة والدراسة طيلة السنة، لأن كثير من الطلاب يكونون مجتهدين ويتعبون، لكن بالنهاية يخطئون في فترة الامتحانات بسبب التوتر والخوف، وبالتالي ما يحصلون النتيجة المرادة. يعني هل هنالك اختلاف في الامتحانات الوزارية والامتحانات التي تجري في العوامل يعني الرابع أو الخامس أو السادس يعني الغير وزارية؟ هنالك اختلاف كبير مثلا في طبيعة الأسئلة، في الخوف لربما الذي يمتلك الطالب ست مريم؟ بالنسبة للخوف نعم، الطلاب لا سيما بالمراحل غير المنتهية ما يمتلكون الخوف، لكن بالمرحلة المنتهية طبيعي الخوف، لكن الطالب لازم يسيطر على الخوف، وبالعكس لازم يروح متفائل ومرتاح حتى يقدر يطلع نتائج. أما من ناحية صعوبة المادة لا، طبيعة الأسئلة كانت يعني متشابهة، حتى في مرحلة السادس خلال السنة الدراسية طبيعة الأسئلة اللي كانوا يقدموها لنا الأساتذة هي متشابهة وقريبة من الأسئلة الوزارية، فالحمد لله ما صارت أي صدمة. بعيدا عن العائلة ست مريم، هل هنالك طلبة زميلاتك بالدراسة كان هنالك مساندة من قبلهم يعني إليك كمساندة أو دعم تشجيع في الدراسة لربما وما شابه؟ نعم، كان عندي صديقتي المقربة اللي دائما ألجأ لها لما ما أكون مرتاحة من حيث الدراسة، وهي دائما تشجعني وأبدا ما تنطيني إحساس سلبي. وبصورة عامة يعني جو المدرسة كان جو بنوع من الحماسية، نوع من المنافسة الشريفة. نعم. بالنسبة للأساتذة وأيضا الصداقة اللي تنطي آثار إيجابية. نعم. نعم مريم، بالنسبة للأساتذة الأساتذة الذين درسوكم في هذه المراحل يعني مراحل غير منتهية ومرحلة السادس،
يعني كادر ثانوية الطاهرة الأهلية هنا. نعم، كيف كان الأساتذة يعني نعم. كيف كان الأساتذة معكم في الدراسة؟ هل كان هنالك مساندة، تشجيع، مثلا شرح المادة في يعني أكثر من حين، شرح مالتهم شلون كان؟ ممكن انه مثلا احنا دائما نشوف اساتذه ربما كادر ثانويه، الكادر التدريسي، اذا طالب يحب الكادر التدريسي ويعني يكون مرتاح لهذا الكادر بكل تاكيد يبدع. مو؟ اي نعم كادر ثانويه الطاهره الاهليه هنا في بغدادة كادر متميز متعاون على جميع الاصعده، ان كان الدراسي وان كان الكادر التدريسي وان كان الكادر الاداري. يعني مدرسيني دائما كنت خلال الدروس أسأل أسئلة كثيرة وأقاطعهم أحيانا خلال الدروس وأحيانا خلال الفرص بين الدروس، وكانوا دائما ينطوني الإجابة بكل صدر رحب. بكل تأكيد ست مريم، أكيد احكي لنا عن رسالة من حضرتك لكل طلاب السادس الإعدادي اللي ممكن نقول يعيشون ضغط المعدل، اللي ممكن يكون معدلهم جيد نوعا ما لكن يطمحون للأكثر للأعلى ويدخلون بهاي دوامة إعادة مرحلة السادس. ممكن تقولي لنا فت نصيحة موجهة لهم نتخطى هاي المرحلة، نقدر نقول حتى يتخطاها طالب السادس ويعيش حياته الجامعية بأي جامعة بأي كلية، أكيد كلها تحتاج دراسة وتحتاج تعب ومجهود وبها آفاق مستقبلية أكيد. نعم، طبعا الواقع الاجتماعي هنا بالعراق بصورة عامة يضغط على الطلاب، ويعني يكون صورة نمطية عند الطالب أنه المستقبل الوحيد هو الطب، وبالتالي لازم يطمح إلى معدل 99 أو المعدلات اللي تفوق 95. لكن أنا أشوف أنه خلال الدراسة الطالب ما لازم يبقي دماغه متعلق بالمعدل. أنا لما كنت أدرس بدون التركيز على تفاصيل المعدل أو تفاصيل الامتحان الوزاري، كنت أدرس حتى أحفظ المادة اللي قدامي بعيدا عن القادم من الأيام. فهذا الشيء راح يساعد الطالب أنه يقل التوتر ويركز على المادة. وأما بالنسبة إلى التخصص الجامعي فهذا قلق يعيشه جميع الطلاب وإحنا حاليا أيضا نعيشه، لكن الطالب لازم يختار قلبه، يختار إحساسه هو شنو يحس راح يبدع به. بكل تأكيد أحسنتي، رسالة جدا موفقة وإن شاء الله يستفاد منها كل طلاب السادس. أكيد لهنا نكون وصلنا لختام هذا اللقاء، جدا فرحين بهذا الإنجاز، مبارك لك مرة ثانية، مبارك للأهل لكل كادر تدريسي ولبغدادة الحبيبة على شكراً. هذا الإنجاز والتفوق. شكرا تسلمين، وأنا هم أشكر أهلي اللي ساندوني دائما وكانوا معاي كل خطوة، أشكر الكادر التدريسي، وقبل كل هذا أشكر الله اللي وفقني طبعا، ومن دونه يعني الإنسان ما يحقق أي شيء. الحمد لله دائما. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا آنسة مريم، شكرا. نتمنى لك الموفقية دائما ولجميع الطلاب بلدنا الحبيب.